قصيدة بعنوان مستشفى. هذا الكمان منذ 100 عام يصارع السرطان، يحن إلى أعناق العازفات التي مالت عليه، يحن إلى أناملهن تنقر أوتاره، تضغط وتتزلج عليها. منذ 100 عام هذا السرطان يصارع ذلك الكمان الذي هو أنت أيتها القصيدة. مضى على إصابة هذا البيانو بالصمم 200 عام. الكل يسمع صوته لكنه لا يسمعه. يقال أنه من ضحايا الحروب الأهلية في فرنسا، حين أتت قذيفة مدفع على بيت بأكمله، وبقي البيانو وحده من الأثاث يروي حكاية المجزرة. منذ 200 عام وهو يروي، ألا تسمعونه؟ يروي زهور حدائقكم وأصص الورد المعلقة بشرفات منازلكم على أسماع الجهات المتقاتلة، ويروي بدمعه ودمعكم حتى الورود البلاستيكية في فازات صالوناتكم. وما من أحد يرويه بقطرة حب أو عطف منذ 200 عام. منذ 300 عام وهذا العود مركون هنا، لا أحد يعرفه ولم يعرف له صاحب. أدمن الظل والصمت والغبار وخيوط العناكب. قال أحدهم: إنه عود مصنوع من العظم وليس من الخشب. قال العود: لست هذا أو ذاك، أنا قلب ابتلى بالعشق منذ 300 سنة. هذا الناي العجوز منذ 400 سنة مصاب بالسل، ينتظر تنفيذ القتل الرحيم به، بأن يلقى في أحد المواقد أو يدفن في إحدى الأغاني أو يغرس في إحدى الصحاري أو يرمى في أي نهر، لكن لا أحد يجرؤ على فعل ذلك منذ 400 سنة. أرجوك لا تلمسيني لئلا أذوب كدهر من الجليد بين أصابعك. قالها تشيلو مصاب بزهايمر لشجرة عابرة. أرجوك لا تلمسيني لئلا أذوب كدهر من الجليد بين أصابعك. قالها تشيلو مصاب بزهايمر لشجرة عابرة. لطفا ابقى بعيدا، لا تقترب أكثر لئلا تفيض أنوثتي فتشتهيني الشوارع، الأرصفة، الأبواب، النوافذ والجدران. أنا هشة وعلى وشك الفيض، وما من أحد يتلقفني إلا نسيمك المراوغ. منذ عقود منزوية في هذا المقهى على ذلك الكرسي بالقرب من تلك النافذة، فدعني وانتظاري وعزلتي ولا تقترب أكثر. قالتها قيثارة مصابة بالحمى تظن نفسها غيمة. ويا للأسف ظننتها تكلمني. غادرت المقهى وارتميت في حضن الندم أبكي وأندب حظي ونفسي. يا للأسف
إنها حقا كانت تقصدني وتكلمني.